السلام عليكم، مرحبا بكم. وصفة اليوم اللي هي تختلات بالفراولة بزاف بنينة، كريمة خفيفة لاباط هذيك تجي بزاف الشيشة وروعة. نبداو بالعجينة. عندنا زوج كيسان فرينة. عندنا بالمجموع 250 غرام. غادي نغربلوها الفرينة تاعنا ونزيدو نص كاس تاع سكر كلاصي، سكر ناعم اللي هو 3 مغارف. انا جاتني حلوه مليحه. نتوما اذا بغيتو تكتبغوش الحلاوه بزاف ديروا غير 2 مغارف تكفيكم. اذا بغيتو العجينه تولي لكم مالحه ولا تخدموا بها المالح والحلو ما تكثروش كاع السكر، ديروا غير مغرف وصاي. انا غادي ندير بها حاجه حلوه، غادي نديرها حلوه. نزيدو مغرف صغيره تاع لافاني ورشه تاع الملح. غادي نغربل كاع هاد المكونات جافه كما راكم تشوفوا ونخلطها مليح مليح باش يتخلط لي الفرينه وكاع هادو يتخلطوا لي مع بعض. كي نجي ندير الزبده ولا المارغرين يكونوا كاع المكونات مخلطين. كما راكم تشوفوا الا بغيتوا تضافوا الكميه غادي تضربوا كاع المكونات في زوج. بغيتو ثاني ديروا حاجه قليله تقسموا المكونات. هنا المارغرين لازم تكون درجه حراره المطبخ، شوفوا تكون طريه باش تساعدكم. انا هذه عندي 125 غرام، جاتني 3 مغارف ونص. كما راكم تشوفوا المغرف كي راني معمرتها. هنايا انا هادو دارت لي 23 حبه. لا كنت تشوفوا المول تاع كي داير صغير مش كبير بزاف، هذه يجي متوسط. هذاك هو ما تكبروش الحبه بزاف. مع الكريمه وكاع كاين اللي ما يتكش يكمل حبه كبيره، ديروا حبات صغار. دخلوا هذيك المارغرين مليح مليح بس بالاصابع تاعكم في الفرينه ولا في هذوك المكونات جافه. شوفوا كيفاش ديروه، شغل تبسوها. دخلوا فيه هذيك المارغرين مليح. هنايا قبل ما تكملوا زيدوا 3 مغارف تاع زيت كما راكم تشوفوا. تجي عمليه سهله ماشي معقده ولا حاجه سهله وبسيطه. دخلوا مليح هذيك الزبده والزيت غير بصباحكم شوفوا، ومن بعد غادي نكملوها نحطوها فوق الطاوله ونخدموها. هذا السوائل هذا الزيت والزبده هما اللي كافيين غادي يجمعوا لنا العجينه. ما نديروا لا بيض لا حليب لا ما لا والو باش تجيكم العجينه هشيشه. شوفوا غادي تحطوها فوق الطابله وتكملوا تخدموها. شوفوا راكم تشوفوا فيها العجينه كي راهي دايره، راهي تحسبوها ماهيش مجموعه وتخافوا منها وكاع وتزيدوا لها الماء. لا، هنا مع هذه الحركات كي راكم تشوفوا كيما هكا غادي مع الحراره تاع اليد وكاع غادي تجمع لكم العجينه. شوفوا كيفاش ديروا. بالك انا هنايا تفكرت حوريه المطبخ كانت بزاف دير كيما هكا الجيست دائما نتفكرها. شوفوا خدموا هذا الجيست كيما هكا 3 خطرات 4 5 على حسب الكميه تاع الفرينه والعجينه اللي عندكم. شوفوا راك تبداو تحسوها اصلا تتجمع. كي تشوفوها جمعت صاي ما تزيدوهاش. شوفوا كيفاش انا هنا صاي راهي جمعت لي. شوفوا كيفاش تجي طريه وتجي ليس. هذه هي العجينه بالذات، ما عندكم لا زياده لا نقصان. هذه هي. شوفوا كيفاش تجي. هنا غادي نلمدها وغادي نغطيها بكيس تاع بلاستيكي ونخليها تريح شويه. انا غادي نديرها في الثلاجه، ما تطولوش عليها بزاف، ديروها واحد نص ساعه ولا وبداو تخدموا فيها. هنايا بعد ما خليتها ريحت كما كتشوفوا غادي تجيك تساعدكم في الخدمه وتجيكم سهله. هنايا شوفوا الليمون تاعي كيفاش دايرين. انا هادو الحبات متوسطين، هادو هما اللي يجوا موالمين. بغيتو تصغروا على اكثر من هكا صغروا. تجيبوا شويه عجين كما راكم تشوفوا وديروا فيه هذوك الليمون. انا ما دهنتهم ما والو لاخاطش العجينه راه فيها كميه مليحه تاع الدهان والزيت وكاع ما تحتاجوا لا تدهنوهم. لو الا خفتوا نتوما الليمون تاعكم يلصقوا ديروا شويه دهنوهم وديروا شويه فرينه وكملوا الخدمه تاعكم. شوفوا كيفاش ديروا. ما ديروها عجينه، ما ديروها رقيقه، ما ديروها خشينه. شوفوا تخدموا غير بالصبع تاعكم، تبداو تدوروا وتخدموا في العجينه. شوفوا كيف لازم تخدموا مع الاطراف مليح. تبداو تمشوا والزياده هذيك تقلعوها بالموس ولا تقلعوه. ديروا ظهر تاع الموس وتبداو تقطعوا في هذيك الزوائد باش تجيكم الحبه مليحه. ومن بعد في هذوك البلايص راكم تشوفوا غادي تكون شويه خشينه، ديروا بصبع تاعكم كيما هكا ودخلوا هذيك العجينه مليح في المول. شوفوا كيفاش ديروا.
كيما هكا غادي تجيكم تطلع لكم شويه فوق المول، لاخاطش اذا انا هاد العجينه ما هودت لي ما والو تقعد كيما هي. نتوما الا خفتوها تطلع لكم تهود لكم طلعوها شويه على الحواف باش كي تهود تجيكم نيشان، تجيكم قد انا غادي نتقاوهم بالفرشيطه وغادي نديرهم يطيبوا. تشعلوا عليهم من تحت كي تشوفوهم داو حمار وتبغوا ديروهم تخزنوهم، ديروهم غير اللون الذهبي هذاك اصفر غادي ديروهم ودسوهم في الكونجيلاتور. تبغوا تخدموهم في هذاك النهار ولا طيبوهم بزياده كيما هكا درتهم انايا، لاخاطش هما غادي كيما هكا مقرمشين وشابين. كي ديروهم الكريمه غادي يطراو شويه يجوكم قد مع الكريمه هذيك هي. خزنوهم، بغيتو تخزنوهم ديروهم في هذوك لي بواط ودسوهم. هنا نجو للكريم باتيسير. غادي نديرو 2 كيسان حليب. انا الكاس تاعي كبير شويه، جاب لي هذوك 2 كيسان عطاوني نصف لتر. نتوما ديروه يغلي، مش يغلي، ديروه يدفى شويه. جهه واحده اخرى نحطوا حبه بيض، نزيدوا عليها 3 مغارف سكر. انا المغرف تاعي صغيره شويه، ديروا 3 مغارف سكر. ما درت 3 وشويه، نتوما ديروا غير 3. ونديروا مغرف صغيره معمره مليح لافاني كما شفتوا. ونخلطوا مليح، نخلطوا مليح ديك حبه البيض مع السكر. نحاولوا نذوبوا داك السكر، ماشي كاع نذوبوه، نخلطوا شويه كي تولي الخليط ابيض كيما راكم تشوفوا. هنايا نزيدوا عليه 3 مغارف مايزينا ولا نيشه. ما عندكمش تبغوا ديروا مغرف واحده مايزينا وزوج فرينه كيما بغيتوا، ديروا 3 مغارف مايزينا. ونزيدوا كيف نخلطوه، تكونوا مغربلينها من قبل باش ما ديرلكمش هذوك الحبيبات كيما راكم تشوفوا. نخلطوا غير شويه حتى تختفي هذيك المايزينا. ونبداو نزيدوا الحليب، نزيد غير شويه ونخلط. داك الحليب راهو دافي كيما قلت لكم باش ما يطيب لكمش البيض. ديروا غير شويه وخلطوا باش تحل لكم هذيك تكون ثقيله شويه ديك اللي خلطوها من قبل. ديروا غير شويه وخلطوا، من بعد عاودوا هذا الخليط رجعوه مع الحليب. هنا نعاود نرجعه مع هذاك الحليب اللي بقالي ونديره فوق النار وتكون متوسطه، ونبدا نخلط بالفوي. نخلط، ما تقلعوش يديكم خاطش غادي تثقل لكم ولا تهود لكم من تحت وتنحرق لكم. تبداو تخلطوا دائما، ما تقلعوش يديكم حتى تشوفوها ثقالت. غادي نوريها لكم كيفاش تولي. هنايا وين بعد ما ثقلت لي هذيك الكريمه شوفوا كيفاش تولي. غادي نديروها في هذاك في حاجه فرغوها في طبسي ولا حاجه، وغادي نغطوها بالكيس بلاستيكي هذاك اون كونتاكت. لازم ديروا الكيس تاعكم ملامس الوجه تاع الكريمه باش ما ديرلكمش الماء هذاك وتبدا تقطر لكم، ودير لكم من الفوق واحد الطبقه ماشي مليحه تجيكم يابسه. غادي ديروها كيما هكا وتخلوها تبرد برا، ومن بعد تدخلوها في الفريجيدير تاعكم تبرد 1 ساعه ولا 2 ولا الوقت اللي تكونوا قاعدين تخدموها. شوفوا كيفاش بردت، كيفاش ولات دايره. غادي نخلطها غير شويه غادي نخلطها شويه بالباتير كما راكم تشوفوا باش نزيد عليها. هنا غادي نزيد انا نص كاس تاع كريمه سائله خاصه بالحلويات، تكون 35% نسبه الدسم. نتوما الا ما عندكمش تقدروا ديروا تكون بارده. نتوما الا ما عندكمش ديروا 3 مغارف غبره شونتي، بودره شونتي ديروا 3 مغارف. هي من الاحسن ديروا كريمه وتزيدوا لها شونتي باش تجيكم شويه الكريمه حاكمه روحها. بصح ما يهمش نتوما بغيتوا ديروا كيما درت انايا، غتجي الكريمه خفيفه بزاف وتجي بنينه. كما قلت لكم اللي ما عندهاش كريمه دير شونتي عادي، ديروا 3 مغارف معمرين مليح وتخلطوا كيما راني نخلط. خلطوا حتى تشوفوا الكريمه طلعت لكم. غادي تضاعف الحجم تاعها وتولي لكم خفيفه. هنا بعد انا شوفوا راني خلطت وراهي تضاعف الحجم تاعها ولات لي كريمه خفيفه ما شاء الله. هنا غادي نعاود نخليها في تبرد لي مليح. الكريمه كي تكون فيها الشونتي وتكون فيها الكريمه لازم تخلوها تعاود تبرد قبل ما تخدموها باش تساعدكم. هنا راني درتها في الكيس حلواني. شوفوا هذيك العدوي. هنا نجو نعمرو التختولات تاعنا. شوفوا كيفاش انا غادي ندير ورده، نتوما بغيتوا الشكل اللي بغيتوه ديروه. المهم ما تكثروش بزاف الكريمه باش ما تجيكمش كريمه بزاف على العجينه. شوفوا كيفاه سهله، ديروا في الوسط ودوروا يجيكم الشكل بزاف شباب. هنايا تبغوا ديروا اي فاكهه
بغيتوها. هنا درنا فراوله تما تكون طارطولات بالفريز. تبغوا ديروا فواكه بزاف، تبغوا ديروا معاها اناناس، تبغوا ديروا بنان، تبغوا اي حاجه. المهم اللي هو صح في الكريمه والعجينه، وهما التزيين اختياري. شوفوا هنا بعد ما كملناهم يجوا بزاف شابين مع داك انا نبغي هذا اللون بزاف في العجينه. شوفوا كيف تجي ذهبيه شابه. هي مع الكريمه غادي توليكم شابه طريه، ما تقعدش تقرمش بزاف. نحل لكم حبه. شوفوها هنا راني عاد ما هذا وين درت الكريمه ما خليتهاش تريح. ثم كي تكملوا عاودوا رجعوها في الفريزر وخلوها الوقت اللي تبغوا تقدموها قدموها. اتمنى تجربوا الوصفه وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش تطبيقاتكم في الانستغرام والفيسبوك. سلام.